القرارات الجديدة المعلن عنها من قبل وزارة المالية والقاضية بتوسيع قائمة المواد الغذائية الأساسية الخاضعة للتأشيرة الجمركية بتلمسان دفعت التجار للدخول في إضراب إلى غاية العدول عن هذا القرار. هذا القانون بالنسبة للولاية الدائرة تاع مغنية أخويا هذا قانون عنصري نهضروها نيشان. واش حنايا ماشي جزائريين؟ فهم عندك الحدود نتاعك، عندك الحدود دير في الحدود. اخويا عندك الحدود اخويا بلع الحدود. علاش اخويا دير لي 35 البصله ديالها الفيزا؟ التعليمة ومن جر عنها دفع ضريبتها المواطن بالارتفاع الفاحش للمواد الاستهلاكية. رانا مغبونين، هاد الولاد راهم مغبونين، اللي عنده شي حانوت راه مغبون، اللي عنده حلوطو راه مغبون، يمشي يعمر المازوت ما يجبرش، يعمر ليسونس ما يجبرش، يوكل ولادو ما يجبرش، يمشي يشري الحليب غالي، الخبز غالية، كل شيء راهم ميغاليزيوه في هاد الطريق هذه ويديروا التأشيرة. رانا مغبونين بزاف. من جهتها مصالح الجمارك أكدت أن القرار لا يضر التجار ولا المواطنين بقدر ما ينفع الاقتصاد الوطني. ملزمين بتنفيذ ما جاء في القرار. إدارة الجمارك أولا وقبل كل شيء موجودة لحماية الاقتصاد ولحماية التجار ولحماية المواطن. وفي انتظار حلول جديدة تبقى مناطق الشريط الحدودية تعيش على وقع صفيح ساخن بين هذه القرارات الضارة بالنسبة للتاجر والمواطن والنافعة من أجل حماية الاقتصاد الوطني.